هاي جدعان، عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا دوشتكوا بحوار لو جسمك مثلث، لو جسمك مش عارفه ايه، وانماط الجسم واختلاف اشكال اجسامنا. جسمي غير جسمك غير جسمها، وما ينفعش كلنا نروح الجيم نتمرن بنفس الطريقه. انا عارفه ان انا قرفتكوا بالموضوع ده، بس ولا مره اتكلمت فيه بالتفصيل الممل. انا النهارده معاكم عشان اكلمكم فيه بتفصيل ممل واشرح لكم نمط من اجسامنا. هبدا النهارده بنمط الجسم التريانجل او المثلث المقلوب. الجسم ده بيكون عامل ازاي؟ بيكون كتاف عريضه، وممكن الوسط يكون صغير او الوسط يكون مستطيل. المهم ان الكتف، عرض الكتف اعرض من عرض الحوض، يعني كتافك عريضه وحوضك اقل منه. ده كده اسمه جسم المثلث المقلوب. في بنات بتكون كتافها بس عريضه وظهرها نازل مستقيم، وفي بنات بتكون كتافها بظهرها من ورا عروض. دول لو راحوا الجيم اتمرنوا زينا زي اي حد. انا باي ذا واي يعني بتمرن بنفس طريقه البنات العريضه من فوق. هبقى اقول لكم ليه، هبقى افهمكم الموضوع ده ليه، بس خلينا دلوقتي في موضوعنا. لو البنات ايه اللي جسمها على شكل مثلث مقلوب راحت الجيم اتمرنت زيها زي اي حد بيتمرن، حرفيا هي هتتضايق جدا عشان كتافها هتعرض اكتر وهتوسع اكتر. يعني ايه كتافها توسع ويعني ايه كتافها تعرض؟ هو مش مفروض البنات ما بيطلع لهاش عضلات زي الرجاله؟ لا، بيطلع لها عضلات عادي جدا زي الرجاله عادي جدا. هي الفكره بس ان لو هنقارن، ودي حاجه مش مفروض تحصل بس اوكي، لو هنقارن الحجم العضلي المكتسب بتاع البنات بالحجم العضلي المكتسب بتاع الرجاله، هتبقى مقارنه خسرانه، لان الرجاله بيكتسبوا حجم عضلي اكبر، احنا بنكتسب حجم عضلي اصغر. ولكن ده لا ينفي اننا بنكتسب كتله عضليه عادي جدا. الكتله العضليه دي لو اتحطت جنب جسم الراجل مش هتبان، بس لو اتحطت جنب جسمي انا كبنوته هتبان وش طبعا. مفيش حاجه اسمها، يعني بدايه كده عشان نعرف نكمل مع بعض الفيديو، مفيش حاجه اسمها البنت ما بيطلعلهاش عضلات، او مستحيل الجيم يخليني ذكوريه او يخلي شكل جسمي ذكوري. لا يا روح قلبي، هيحصل كده. لو انت اتمرنتي بغشامه ومش حاسباها صح ومش عارفه انت بتعملي ايه كويس قوي هيحصل كده. انا شغاله في الجيم، في الجيمات وفي مجال الفتنس عموما من 2013، فانا شفت كتير جدا. انا مش بكلمكم من واقع علمي بس، انا بكلمكم من واقع خبره كمان. شفت بنات كتير جدا 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 من البنات الشاطرين الملتزمين، بس للاسف بيتمرنوا عشوائي، مش بيبقوا عارفين هم بيتمرنوا التمرين ده مناسب ليهم اصلا ولا لا. بيتمرنوا كده وخلاص وبيحبوا العتاله وخلاص، لان الاوزان، الجيم اصلا والاوزان ادمان. انتي بتحسي بالدوبامين بيضرب في السما كده وانتي بتكسري وزن، او انتي معليه على نفسك الوزن. ف انا شفت ده بعيني، بنات كتير كتافها عرضت ظهرها من ورا شكل الفي اوسع. ما تقوليليش شكل الفي يوسع يعمل لي شكل وسط، مفيش حاجه اسمها كده. مش عشان اصغر حجم وسطي او ابين، لان وسطك مش هيصغر، انت بس هتحاولي تبيني ان شكل وسطك صغر تقومي معرضه ظهرك من فوق. يعني بجد الكباتن اللي بيقولوا كده انا مش يعني ابوظ شكل ظهري الانثوي اللي ربنا خلقني بيه عشان ابين. هو في النهايه انت مش هتصغري حجم وسطك، انت كده بالشبه كده من بعيد. ده شكل الوسط بقى اصغر كده من بعيد، بس هو ما صغرش، هو عشان انت عرضتي من فوق اتهيألك ان وسطك حجمه قل، وده مش طبيعي، مش منطقي. ينفع مع ناس، ينفع مع ناس، اشتغل مع ناس، اشتغل مع ناس، بس لو انتي شكل جسمك مثلث مقلوب دي اوحش حاجه ممكن تعمليها لنفسك. طيب يلا بينا بقى نبدا في لو انتي كتافك عريضه وجسمك شكل مثلث مقلوب وظهرك واسع من ورا، ما تعمليش الغلطات دي عشان هتبوظي بيها شكل جسمك. اول حاجه، اوعي تتخيلي ان الجيم هيصلح لك المشكله دي، لان دي مش مشكله اصلا، هي جينات وانتي ربنا خلقك كده، كتافك عريضه ودي جينات. طب هل في حاجه نعملها تقلل لنا حجم الكتاف؟ لا، لان ده بيكون عظم، ده الاستراكشر بتاع العظم بتاعك. واحنا في الجيم شغلنا على حاجتين، على العضلات وعلى الدهون، ملناش اي علاقه بشكل العظم عامل ازاي، مش بنيجي جنبه ولا من قريب ولا من بعيد. ولكن في حاجه تقدري تعمليها ممكن تفرق معاكي في شكل
كتافك وحجمها. ودي اللي انا بعملها مع نفسي، ان انت يكون اصلا جسمك بيحوش دهون في الابر بودي، او جسمك بيخزن دهون في كتافك. فلما تعملي دايت وحجم الدهون ده يقل، هتحسي ان كتافك نزلت شويه، ولكن كستراكشر كطبيعه جسم مش بتتغير، لان دي حاجه جيناتك بحته. تاني حاجه لازم فعلا تفرقي اذا كان اصلا كتافك عريضه، ولا انت مجرد جسمك زي ما قلتلك بيحوش دهون في الابر بودي في كتافك. في ناس طبيعه جسمها بتحوش دهون في كتافها وفي ظهرها وفي بطنها، حتى لو هي رفيعه. ده ملوش علاقه بنتي عندك وزن زايد او سمنه ولا لا، ده ليه علاقه باماكن تخزين الدهون بتاعتك. كلنا مختلفين عن بعض. في ناس جسمها بيخزن دهون في رجلها، انا مثلا جسمي بيخزن دهون في الاطراف في دراعي وفي رجلي. في ناس جسمها بيخزن دهون في بطنها بس. في ناس ظهرها بس بتبقى رفيعه وعندها رولز بتاعت ظهرها. في ناس جسمها بيخزن دهون في كتافها وفي بطنها وفي ظهرها. هو ده اللي انا بتكلم عليه. لازم تعرفي تحددي انت فعلا كتافك، عظم كتافك عريض، ولا انت مجرد بس عندك تراكم دهون في المنطقه دي. لما تراكم الدهون ده يقل هتبداي تحسي ان انت المشكله اختفت اصلا. تالت نقطه لازم تكوني فاهماها، احنا اصلا بنتمرن ليه؟ يعني انا بروح الجيم لما بروح اشيل اوزان او العب ريزيستنس تريننج، تمارين مقاومه ايا كانت بقى، باوزان او ببادي ويت بوزن جسمك او باساتك مقاومه او بماشينز، ايا كان نوع الريزيستنس اللي انت بتلعبيها، ايه هدفها؟ هدفها بكل بساطه حبيبه قلبي انها تكبر العضلات. مفيش حاجه اسمها تمرين هيصغر لك منطقه معينه. الجمله دي انسيها من خيالك. مفيش حاجه اسمها كده. اي مدرب او مدربه هيقولوا لك يلا نلعب الماشين دي، او يلا نلعب التمرين ده عشان انت عندك المشكله الفلانيه فهنصغرها، او مثلا يلا نلعب تراي بوش داون كتير عشان انت عندك دراع كبير، عندك دهون كتير في دراعك، فهنلعب تراي كتير عشان ننزل او نقلل حجم الدهون دي او حجم دراعك. مفيش حاجه اسمها كده. احنا ايا كان نوع الريزيستنس اللي هنلعبها او ايا كان نوع تمارين المقاومه اللي هتلعبيها، في النهايه هدفها انها تكبر حجم العضلات، تكبر حجم العضلات. فمفيش حاجه اسمها تمرين بيصغر. كل التمارين بتكبر، كل التمارين بتكبر حجم العضلات. الفكره بقى انا هلعب في الحاجات اللي عندي في الاساسيات بتاعه بناء الكتله العضليه عشان اعرف انا في المكان ده وفي العضله دي محتاجه اكبر ولا اخلي جسمي بس مشدود. يعني في بنات بتكون عايزه مثلا تكبر الجلوتس فهنشتغل معاها بطريقه. في بنات بتكون مش عايزه تشتغل على دراعها ان هو يكبر، عايزه بس تشده فهنشتغل بطريقه. هل كلمه تشده دي معناها ان العضله ما كبرتش؟ لا، معناها ان العضله كبرت بس بحدود، بحدود. فبنحدد. انت مش بتشتغلي على جسمك كله زي بعضه، مش دراعك زي رجلك زي ايدك زي ده، لا. كل عضله في جسمك بتشتغلي عليها على حسب الهدف بتاعك. انا هنا عايزه ايه؟ انا الجلوتس عايزه اكبرها. انا رجلي مثلا، في بنات بتيجي تقول لي ما بتشترك معايا في التدريب الاونلاين، بتيجي تقول لي انا عايزه اكبر الجلوتس من غير ما اكبر حجم رجلي. في بنات تيجي تقول لي انا عايزه اخسس بطني واكبر الجلوتس في نفس الوقت. فانت بتحددي انت في كل مكان في جسمك محتاجه ايه، بناء عليه بتعرفي انت هتشتغلي ازاي. مش كل جسمك زي بعضه. وفي النهايه هدف تمرين المقاومه هو بناء الكتله العضليه، بناء الكتله العضليه. مفيش تمرين بيصغر. تمام؟ رقم 4 او رقم 5 مش عارفه، وهو جدول. انا هقول لك اوعي تلعبي، اوعي تروحي تلعبي جدول البرو سبليت او البي بي ال البوش بول ليج. اوعي تعملي كده. مش عشان الجداول دي وحشه، مش عشان السبليتات دي يعني وحشه، انا بشتغل بيها وبشتغل بيها مع العملاء بتوعي عادي، ولكن هي مش مناسبه لشكل جسمك انتي. لان بكل بساطه عشان اشتغل برو سبليت ان انا اشتغل كل يوم عضله، فده معناه ان انا هاخد الظهر لوحده في عضله في يوم، الظهر لوحده في يوم، الكتف لوحده في يوم. معناها ان انا هديله فوليوم او حجم تدريبي كبير، وده معناه انه هيديني حجم عضلي كبير. لان اتفقنا ايه؟ ان تمارين المقاومه بتكبر الحجم العضلي. ما خلاص دي بيزكس. اوكي؟ فمعنى ان انا هاخد يوم للظهر لوحده، يعني هفرتك الظهر، هاخد الظهر من كل الزوايا، ده هيديني حجم عضلي كبير انا في غنى عنه، انا مش عايزاه. فده البرو سبليت. عندك برضو البوش بول ليج. تخيلي ان انت
برضو بتاخدي العضلات اللي انت اصلا عندك مشكله فيها واللي حجمها كبير اساسا، هتكبريها اكتر. يعني ما تاخدي الظهر والكتف الخلفي لوحدهم في يوم، يعني حلاوه. ليه ان شاء الله طالعه على المسرح بكره بيج رامي، انت ليه تعملي كده؟ ولا ليها 30 لازمه. وجدولك اللي تعتمديه هو الابر لور او الفول بادي، وبتسستمي الموضوع على حسب انت جدولك، يعني على حسب انت هتنزلي الجيم كام يوم في الاسبوع، بنختار بناء على ده الجدول. ولكن البرو سبلت والبوش بول ليج هنبعد عنهم تماما. طيب كده احنا اخترنا الجدول بتاعنا، يا اما ابر لور يا اما فول بادي. اعمل ايه بقى؟ اروح طب انا النهارده عندي ابر بادي، اعمل ايه؟ هقول لك تعملي ايه. هقول لك حبيبه قلبي، رقم واحد في اي نتيجه هتوصلي لها من الجيم هو الاكسرسايز سيلكشن، اختيار التمارين والزوايا اللي انت هتلعبيها في اليوم ده. يعني اصلا لما بنيجي نعمل بلان لحد او بنعمل جدول لحد مثلا مشترك اونلاين او حاجه، اول حاجه بحطها له ايه؟ الاكسرسايز سيلكشن. انا بشوف ايه الزوايا اللي هتناسبها. صباح الفل. اول حاجه بنحدد عدد الايام، بنختار الجدول، بعد كده بنعمل ايه؟ الاكسرسايز سيلكشن. انا محتاجه اتمرن انهي زاويه، انا هلعب بول داون ولا هلعب سيتي درو، هلعب انهي؟ ما الاثنين بيشغلوا نفس العضله. انا هلعب ايه؟ هلعب شيست بريس ماشين ولا هلعب سويس بول شيست بريس؟ هلعب ايه؟ الاثنين برضو بيستهدفوا نفس العضله، بس انهي مناسب لشكل جسمي؟ هي دي الحته اللي انت محتاجه تركزي فيها. دلوقتي انا هقول لك على تمرينه ابر بودي تعمليها يوم الابر بودي، بعيده كل البعد عن انها ممكن تعرض لك ظهرك او تعرض لك كتافك، وكمان حسسك ان انت جسمك بقى مشدود وتوند اكتر، مش هتصغر لك حجم وسطك، بس هتشد لك كورك. الكور او اللي هو عضلات الجذع لما بتكون مشدوده بتدي كأن الجسم ممشوق. هي دي الحته اللي احنا عايزينها، هي دي الحته اللي احنا عايزين نلعب عليها. مش ابدا اننا نعرض ظهرنا من فوق، لان انا اصلا كتفي عريض وظهري عريض، اما اعرضه اكتر يعني هستفاد ايه؟ ايه الهبل ده؟ طيب دي تمرينة upper body. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.